السلام عليكم يا بنات وجمعتكم مباركة. كيف حالكم؟ شن أجواء المطر اليوم عندكم؟ وكل واحدة تقول لنا شن داروا غداهم. احنا اليوم درنا بزين، جانا تبارك الرحمن عندي 12 من سما جرانيت مانعات للالتصاق، الحرارة بتتوزع فيهم تبارك الرحمن، والمقابض متاعهم متحركة بحيث ان انت لو بتدخليهم للكوشة او عندك حلبة 12 فوق الغاز، في العادة هيك اليدين يبدو ضايقوا في بعضهم وتبدي تسوي فيهم، ففي الحالة هذه تقدري تنحي لهم ايديهم وتفكيهم، ولما بترديهم يرتدوا بكل سهولة. وكي حطينا الحمات والتوابل والطماطم وزدناهم المية، المخطم تاعهم فيه ستيل وفيه شفافة محكمة تبارك الرحمن، بس الحاجة انهم يخشوا غسالة الماء. حطينا حتى الدحي فوق النار، وهذه الطريقة اللي نحوا بها المقابض، تقدروا حتى تستخدموهم على الفحم. وهيك بدينا نغربلوا في دقيق الشعير، في اللي يحبها بالنخالة متاعها وفي اللي يحبها مغربل، فانتوا تقدروا الطريقة اللي انتوا تحبوها. ونعجنونة درتها زي العادة طبعا بالطريقة الغريانية اللي هي يقولوا لها بزينة مش بزينة، عبارة عن أقراص مش يابسة هلبة ومش رطبة، يعني تكون وسط ومايلة للي باسة أكتر، بش بعدين لما تطيب تقدروا عرفتوا تضيفوا عليها المرقة والدهان باش ترطبوها. وهيك شديت المغرف وبديت نعصط، غير ما صورت لكمش كل شيء، الحكاية فيها تشمير وفيها تقعميزة. وشكلناها البزين وبدينا نصبوا لها في الدهان متاعها، وحطينا لها الحمات. هذه الصينية كانت للرجال، كنا خنسقدوهم هم الأولين فحطينا لهم الحماتهم وتحياتهم وبدينا نوتوا في السفرة. وحتى الصفر اللي نستخدم فيهم كلهم من عندهم اللي على الفضي بس، وعندهم على الذهبي وعلى الفضي، وللأمانة جودتهم تبارك الرحمن. أهم حاجة ما تغسلوهمش وتخلوهم مبلولين، أنا نحب نغسلهم على الجاف وكل واحد وطريقته، والبناسكات في التقديم ويمشوا للمناسبات ولما يجيكم ضيف والاستخدام العملي. وكي وتينا البزين مع الليم والفلفل الأخضر والدحيات محطوطات، والإدام ولا المريقة حتى هي واتية، في اللي يحب يصفيها وفي اللي يحب يخليها زي ما هي. احنا نحبوها كي مرات تجيك طريفة شحمة نخلو فيها زي ما هي. بعد الغداء درنا صفيرة شاهي بالقرفة، هيك تحسوه يمسح بعد البزين مع شوية حلويات اللي قعدات من العرس. كيك اللوز درتها مرت خالو. السلام عليكم.